بما انها كتير الايام دي فيلا بسرعة بسرعة استغليها. ده بالرخيص هتشتريها من غير ولا نقطة شمس هتجففيها، ومن السنة للسنة هتشيليها. اوعي يفوتك الفيديو. يا مساء الانوار على كل متابعين ايمي والعائلة. معايا بقى النهاردة ومعاكم فيديو سهل وسريع وبسيط جدا، ازاي هنجفف الملوخية في الظل ومن غير ولا نقطة شمس واحدة، وهتطلع معانا ملوخية جميلة جدا وبتريكات جميلة وجديدة في نفس الوقت. يلا بينا نشوف فيديو الملوخية وازاي جففناها وفي الظل حطيناها. مش بس كده، وتفضل من السنة للسنة كمان عندنا خضرة وجميلة زي ما هي بدون تغيير. يلا بينا نشوف تريكات الملوخية الجميلة دي عملناها ازاي، وازاي كده جففناها زي ما انا قلت لكم من غير ولا نقطة شمس. وفي حبة كده تفاصيل وفي حبة معلومات هنعرفها مع بعض، فيلا كده تابعوا الفيديو. واللي ما اشتركش في القناة يشترك ولايك وكومنت. احلى متابعين واحلى مشاهدين لقناة ايمي والعائلة. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى هنبدأ الفيديو بتاعنا. هنا كمية الملوخية اللي انتوا شايفينها في اول الفيديو دي ب5 جنيه بس، 4 ربط ب5 جنيه. بصوا بقى هنبتدي ان احنا نغسلها غسله كويسه كده ونقطفها، يعني نشيل الورقه بتاعتها بس. هقول لكم بقى على تركه حلوه تنشفوا بقى الملوخيه بسرعه. بنجيب كيس خداديه كده، مش يعني نكون مش بنستعمله، ونحط في قلبه الملوخيه وعلى طول في المجفف بتاع الغساله، ونديها دوره تجفيف كده تطلع الملوخيه معانا ناشفه وجميله. وبكده نسرع في عمليه التجفيف بتاع الملوخيه. هنبتدي بقى نفرشها كده على مفرش وفي الظل في الصالة، او في اوضه انت مش بتستخدميها بعيد، يعني لو انت معاكي اطفال كده بعيد عن الاطفال. ونفرشها قيمه حوالي يوم او يومين بالكتير قوي. وزي ما انتم شايفين كده بعد ما لمناها شايفين مش مجففه خالص ولا اي حاجه. ولو انت ما عندكيش اي شمس تعالي اقول لك على تجفيف هايل جدا وهيعجبك. هناخد الصينيه بتاعتنا الجميله دي وعلى الفرن مباشره. بعد ما نولع الفرن حوالي 5 دقايق ندخل الصينية دي حوالي دقيقة أو دقيقتين بالكتير قوي. وبعد كده نخرجها من الفرن نلاقيها مقرمشة خالص كده. ولو انت عاملة كمية ولقيتيها تحتاج كمان دقيقة في الفرن حطيها، بس ما تزوديش عن دقيقتين 3 بالكتير قوي. هتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هتبقى مقرمشة خالص كده ما بين ايديكي بقى كده ما بين كفوف الايد، وابتدي ان انت افركيها. بصوا هي مش بتحتاج اي جهد خالص، هي خلاص طالما اتحمصت معانا التحميصه الجميله هتبتدي ان هي تتفرك معانا بكل سهوله. ولو انت حابه ان انت تاخديها كده زي ما هي وتضربيها في الكبه برضو كويس جدا، بس هي مش هتحتاج كبه ولا اي حاجه، هي هتتعمل معاكي بكل سهوله. سامعه الصوت؟ وطالما وصلنا للصوت الجميل ده هتنفرج بقى معاكي بكل سهولة، يعني مش هتحتاج منك ولا كبة ولا اي حاجة، هي ما بين راحة ايديكي كده وهتبتدي ان انت تفركيها. هتبقى معاك اللهم بارك حاجة كده فاخر ومن الاخر، وبتفضل بقى خضرة وجميلة. وبالطريقة دي هتضمني ان انت آه تبقى ولا تعرضت لشمس ولا اي حاجة خالص. وعلى فكرة تعرضها للشمس بيغير اللون بتاعها، لكن اللهم بارك طالما بتجففيها في الظل وفي الفرن تحطيها حوالي دقيقة او دقيقتين بتبقى معاكي باللون الجميل ده. انا عايزة اقول لكم الشباك الشمس ضاربة فيه فظلمة اللون بتاعها، هي اللهم بارك خضرة جدا. وبتفضل بقى معاكي من السنة للسنة زي ما هي كده نفس اللون. وما تيجي تعمليها تحسي ان انت بتعملي ملوخية اللي هي الخضرة الفريش. بصوا بقى جففوها بالطريقة دي ولا تستخدموا بقى الشمس، وعلى الاقل كمان ما تعرضيها للشمس في البلكونة بيبتدي ان التراب يجي عليها. لكن كده احنا ضامنين ان احنا بعد ما غسلناها في الظل جففناها وفي الفرن حطيناها دقيقة او دقيقة كده نبقى ضامنين نظافتها من كل الاتجاهات. تعالوا بقى اقول لكم هنخزنها في ايه. احلى حاجة بقى تخزني فيها الملوخية الناشفة اللي هي متجففة في الظل وعاملينها كده بمزاج المزاج وحاجة كده فاخر ومن الاخر. نخزنها في البطرمانات الازاز. هنبتدي ان احنا نحطها في البطرمان الازاز بعد ما ابتدينا ان احنا ما بين راحة الايد كده دعكناها او فرقناها او في الكبة عملناها باي طريقة بقى انت حابة ان انت تعمليها. بس هي زي ما انا بقولك مش هتاخد معاكي في الكبة ولا اي حاجة، هي ما بين ايديكي في ثانية كده هتقوم معمولة.
في برطمانات بقى ازاز وخزنيها، او لو عرفتي ان انت تجيبي الاكياس اللي هي الورق دي هتبقى تمام التمام. انما اكياس بلاستيك لا، محبش ان انا اخزنها في اكياس بلاستيك. يعني من الاخر لبرطمانات من الازاز او اكياس من الورق لو عرفت ان انت توفريه. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلاص انتهى. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة. لكم مني احلى تحية واحلى سلام. سلام.